ازيكم؟ لو انت مهتم بالسياحة في جنوب افريقيا فالفيديو ده ليك، وده لاننا هنتكلم عنها وعن ازاي تطلع التأشيرة بتاعتها، واللي بالمناسبة انها ببلاش وما بتدفع لهاش مصاريف في السفارة بتاعتها خالص. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت اول مرة تشوفني حابب اعرفك بنفسي. انا انطوني سيم، وهدفي اني اعرفك ازاي تسافر لوحدك. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. جنوب افريقيا فعلا من البلاد اللي هتبهرك جدا جدا بطبيعتها وبجمالها، ميكس كده ما بين الخضرة والجبال والشواطئ والمحيطات وشلالات وسفاري. حاجة كده مش هتلاقيها غير في جنوب افريقيا، بس هي فعلا البلد الوحيدة اللي تتميز بكل الحاجات دي. جنوب افريقيا فيها 3 عواصم: عاصمة ادارية ودي اسمها بريتوريا، وعاصمة قضائية ودي اسمها بلوين فونتن، وعاصمة تشريعية ودي اللي كلنا عارفينها واللي هي كيب تاون. كمان جنوب افريقيا من البلاد اللي اغلب شعبها بيتكلم بالانجلش، فانت عمرك ما هتلاقي اي مشكله ان انت تتواصل مع اي حد خالص هناك. وهنا بقى نيجي للمدينه اللي بيزورها كل الناس من كل العالم، وهي كيب تاون. وده بسبب الوانها الجميله جدا من الوان المباني والشوارع وتنوعها البيئي الجميل جدا. ومش بس كده، لا، دي كيب تاون عندها نقطه التقاء ما بين المحيط الاطلسي والمحيط الهندي مع بعض. وعلى فكره كيب تاون واخده المركز الخامس على العالم في المدن اللي عندها احلى سماء زرقاء. وهنا يجي السؤال: ازاي نطلع الفيزا بتاعه جنوب افريقيا؟ بس قبل ما اجاوبك واقول لك الورق اللي انت محتاجه بالتفصيل زي ما انت متعود مني، خليني اقول لك كده ان من فتره ظهرت معلومه ان فيزا جنوب افريقيا بقت اونلاين للمصريين وكذا دوله كمان. وبالفعل انا دخلت على الموقع وسجلت عليه ومليت الابلكيشن، لكن لما تواصلت مع السفاره قالوا لي ان الموقع ما بقاش يصدر تاشيرات الكترونيه، او اساسا ما بيصدرش تاشيرات الكترونيه، ولازم تقدم على الفيزا من السفاره نفسها. فما تسمعش كلام اي حد يقول لك تقدم عليها اونلاين، لانها لغايه دلوقتي لسه مش اونلاين. ولو بقت اونلاين فانا هنزل اكيد خبر بالمعلومه دي. طيب نرجع بقى للطلبات والورق اللي انت المفروض تبقى محضره قبل ما تروح السفاره. اول حاجه تاخدها معاك طبعا هي الباسبور بتاعك وصوره منه، لو معاك باسبورات قديمه عليها اختام وتاشيرات يفضل ان انت تاخدها معاك برضه. تاني حاجه صوره واحده مقاس 3.5 في 4.5 خلفيه بيضاء. وتالت حاجه بتملى الابلكيشن الخاص بطلب تاشيره السياحه، وده انت بتستلمه من السفاره نفسها وبتملاه هناك. ورابعا بتجيب كشف حساب بنكي، لكن خليني اقول لك ان السفاره ما بتشترطش رقم معين يكون في الحساب البنكي بتاعك. المهم ان هو يبقى مبلغ كافي بس. يعني مثلا ما تبقاش مقدم ان انت تقعد 20 يوم يبقى في الحساب بتاعك يبقى فيه 5000 مثلا. هي بتمشي نسبه وتناسب. يعني مثلا لو انت تقعد فتره كبيره شويه فخلي الحساب بتاعك يبقى فيه فلوس كتير، انما لو فتره صغيره فعادي مش هتفرق. وخامس حاجه خطاب من جهه العمل، ويكون مختوم وممضي وموجه للسفاره طبعا، وموضح فيه ان انت واخد اجازه للسفر والسياحه، يعني معنى اصح مكتوب فيه الغرض من الاجازه دي. انما لو انت ليك الشغل الخاص بتاعك فانت بتقدم نسخه من السجل التجاري والبطاقه الضريبيه بتاعتك. ولو انت طالب فانت بتقدم اثبات قيد من الجامعه. وسادس حاجه بتقدم حجز طيران مبدئي وحجز فندق مبدئي، وهشرح لك دلوقتي ازاي تعملهم من غير ما تروح لاي مكتب سياحه. فيلا بينا على اللابتوب ونشوف هنعملهم ازاي. اول حاجه انت بتخش على موقع ايجيبت اير او مصر للطيران، وبتيجي هنا بتختار كايرو، او ان انت هتسافر من القاهره from كايرو to كيب تاون، وبتكتب كيب تاون هنا. ومن هنا بتختار التواريخ اللي انت هتسافر فيها. احنا مثلا هنثبت ان احنا هنسافر في شهر يناير من يوم 10 ليوم 20، وندوس اوكي وبنروح للصفحة اللي بعدها بنروح للصفحة اللي احنا بنختار منها التيكتس بتاعتنا. هنختار التيكت اللي هي الافيلبل اللي هي دي، وهننزل لتحت عشان نختار تذكرة العودة اللي هي دي مثلا، وندوس على continue. بنروح بعدها للصفحة اللي وراها واللي فيها بندخل البيانات. بنيجي هنا عند التايتل بنختار مثلا سواء مستر او مس او مسز، وبنكتب مثلا الاسم بتاعنا. انا هختار اي اسم. طبعا في اول خانة هنا بنكتب فيها اللاست نيم، وتاني خانة بنكتب فيها الفيرست نيم او الاسم الاولاني. اي خانة زي مثلا الميدل نيم لو مش جنبها نجمة فاحنا مش مضطرين خلاص ان احنا نملاها. وبنكتب بعد كده date of birth، وبنختار الجندر سواء ميل او فيميل. بعدها بننزل لتحت وبنكتب الايميل بتاعنا وبنأكد عليه زي كده بالظبط. وفي خانة الهوم فون بنكتب فيها أي رقم، مش مضطرين خالص إن احنا نكتب الرقم الحقيقي بتاعنا. وبنيجي عند الموبايل فون وممكن نكتب التليفون بتاعنا عادي جدا، بس قبل ما بنكتبه بندوس قبليها مفتاح البلد اللي هو مفتاح مصر اللي هو 002، وبعدها بنكتب رقم التليفون عادي جدا مفيهوش أي مشكلة. ومن هنا بندوس على continue. بتتفتح لنا بعد كده البيج دي، ومنها بنكمل البيانات بتاعتنا. وزي ما قلت احنا بنملأ البيانات أو الخانات اللي بيبقى قصادها نجوم زي مثلا nationality، ودي بنختار الجنسية بتاعتنا. والdocument type لو انت معاك باسبور عادي فبتبقى passenger passport، وبتكتب رقم الباسبور بتاعك هنا. والبيانات دي انت لازم تكتبها مظبوطة، فانا هكتب رقم الباسبور بتاعي مثلا. وبتيجي هنا تختار ال issuing country او البلد اللي طلع منها الباسبور بتاعك، وبتكتب ال expiration date بتاع الباسبور بتاعك، وده بتلاقيه اللي هو تاريخ الانتهاء.
وبعدها بتدوس على continue. بنيجي هنا عند السيرفيسز، طبعا احنا مش محتاجين اي سيرفيسز فبندوس على continue تاني. وهنا بتيجي اخر خطوة وخطوة الدفع، واللي فيها بننزل لتحت بنلاقي pay by فوري وبنختارها. وبعد ما بنختارها بيقول لنا ان الحجز هيفضل مستمر لمدة 24 ساعة، وده اللي احنا محتاجينه او دي الفترة اللي احنا محتاجينها، مفيهاش اي مشكلة خالص. بعدها بننزل لتحت وبنعلم على yes عند ال terms and conditions، وبعدها بندوس على continue. وبعدها الحجز بتاعنا بيكون اتعمل، وبنقدر ان احنا نيجي عند get confirmation وندوس عليها، وندوس على print document ونعملها save as PDF، او ممكن نطبعها لو احنا عندنا printer على طول، وساعتها بنقدر ان احنا نقدم الحجز المبدئي اللي هو بيبقى بالمنظر ده. بيبقى عبارة عن كذا صفحة بنقدمهم كلهم، وبس كده نكون خلصنا نقطة حجز الطيران الوهمي. ومن هنا نروح على حجز الفندق الوهمي أو حجز الفندق المبدئي. طبعا احنا بنعمل حجز الفندق المبدئي من موقع booking.com. نيجي عند where are you going أو المكان اللي احنا هنروحه ونكتب كيب تاون، وبنختار التواريخ واللي هي بتبقى نفس التواريخ اللي احنا اخترناها ساعة لما عملنا حجز الطيران المبدئي، وهي من يوم 10 ليوم 20. طبعا لو احنا عيلة أو مثلا جروب رايحين مع بعض فاحنا ممكن نزود العدد الأدلتس من هنا مثلا، أو لو في children طالعين معانا أو لو أطفال فاحنا بنزودهم من هنا. أو لو احنا عايزين مثلا أكتر من غرفة ممكن نزود الغرف سواء واحدة أو اتنين أو تلاتة من هنا برضو. وبندوس على done وبندوس search، وبعديها بيحولنا على الصفحة دي واللي بيبقى فيها الفنادق كلها. طيب احنا مش هنختار بشكل عشوائي، لا احنا بنيجي تحت خالص هنا مثلا وبنيجي نختار no prepayment و book without credit card و free cancellation، بحيث ان كل الاوبشنز اللي تكون طالعه لنا تكون فنادق او هوستلز ما تكونش بتحتاج ان احنا ندخل بيانات الكريدت كارد او كارت البنك، وما تسحبش اي فلوس. هو بيبقى مجرد حجز وهمي او حجز مبدئي عشان خاطر نقدم له السفارة، وبعد ما بناخد الفيزا بنقدر ان احنا نلغيه، وساعتها بنقدر ان احنا نحجز في اي مكان تاني. او لو انت حابب ان انت تكمل في نفس المكان فعادي ممكن ما تلغيهوش وتكمل الحجز معاه. بنيجي مثلا ننزل لتحت، انا مثلا عاجبني المكان ده زي ما انتم شايفين هو free cancellation و no prepayment، يعني مش محتاج ان انت تدفع مسبقا وما فيش اي مصاريف على الالغاء. فبنيجي هنا مثلا ندوس عليه، ولما بنختاره بيحولنا على الصفحة بتاعته، ومنها بندوس على reserve. ساعتها بننزل لتحت وبيقول لك select amount، هي بتبقى by default بتبقى واحدة، وبتقدر انت تدوس I will reserve. ساعتها بينزلك لتحت هنا، ودي بتبقى خانة البيانات. بتملى بياناتك هنا عادي جدا زي ما انا مثلا مالي بياناتي، وبتيجي تحت خالص بتختار I am the main guest او انا النزيل الرئيسي، يعني انت مثلا مش بتحجز لحد تاني، وبتنزل لتحت وبتختار final details. بعدها لما بتنزل لتحت بتلاقي حاجة اسمها complete booking وبتدوس عليها، وبكده بيقولك sending and receiving. كده هو بيأكد الحجز بتاعك وبيقولك confirming. بعدها بتظهر لك البيج دي وبيقولك your booking in Cape Town is confirmed. أول لما بتدوس على X بتظهر لك البيج دي، وبتقدر ان انت تقول له print confirmation. لما بتدوس على print confirmation بتظهر لك المسج دي واللي بتقول لك ان انت ممكن تطبعها بالانجلش فيرجن او باللغه الانجليزيه، وساعتها بتظهر لك ان انت ممكن مثلا تعملها save as PDF او ممكن مثلا تطبعها لو انت عندك برينتر، فانت تعملها save وتروح تطبعها من اي مكان عادي جدا. وبكده انت معاك حجز الفندق المبدئي، وبكده نكون خلصنا الخطوتين بتوع حجز الطيران المبدئي وحجز الفندق المبدئي، وبكده جاهزين ان انت تحطهم في الملف بتاعك وتسلمهم للسفاره. واخر حاجه لو انت معاك زوجتك واطفالك فانت بتقدم نسخه من عقد الزواج وشهادات ميلاد الاطفال. وخلي بالك ان السفاره مشترطه عليك ان انت تقدم ملف كامل لكل فرد تابع ليك، يعني ان كل فرد من افراد العيله او من افراد الاسره اللي انت بتقدم لهم يكون معاه نسخه كامله من حجز الطيران وحجز الفندق وكل الاوراق اللي انت المفروض تكون محضرها وانت رايح السفاره. وخلي بالك ان اي ورق بالعربي المفروض تترجمه للانجليش ترجمه معتمده من اي مكتب ترجمه معتمد، وبتسلم الورقه الاصليه اللي هي بالعربي متدبسه في الترجمه بتاعتها. وبس كده، مش مطلوب منك اي حاجه تانية غير ان انت تسلم ملفك للسفاره. وبالمناسبه زي ما انا قلت لك قبل كده انت ما بتدفعش اي مصاريف خالص للسفاره، لان الفيزا اساسا ببلاش للمصريين. طيب بالنسبه لمواعيد السفاره، فالسفاره بتقبل طلبات التاشيرات من اثنين للخميس من الساعه 9 للساعه 11، وعاده الفيزا بتاخد وقت من 5 ايام لاسبوع عمل تقريبا. ومواعيد استلام التاشيرات والباسبورات بتبقى من الساعه 2 للساعه 3 من الاثنين للاربعاء، ويوم الخميس من الساعه 1 للساعه 2. وبس كده اكون شرحت لك كل الورق اللي انت محتاجه علشان تطلع الفيزا من السفاره بالتفصيل. وعلى فكره السفاره مش بترخم بصفه عامه، وتقريبا مفيش حد بيقدم على الفيزا وبيترفض. وبس كده اكون
خلص الفيديو بتاعنا النهارده، واتمنى ان هو يكون عجبكم. ولو عندكم اي استفسار تكتبوا لي في الكومنتات وانا بشوفهم كلهم وبرد عليهم كلهم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان غيركم يستفاد. ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشوف الفيديوهات اللي جايه، علشان خاطر الفيديوهات اللي جايه هيبقى فيها معلومات كتيره جدا عن ازاي تسافر لوحدك. سلام.